الحمد لله رب العالمين يا رب. الحمد لله على قضاء الله وفضل الله ونعم الله. الحمد لله القائل في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب الصلاة عليه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن ترخص لنا السلع، اللهم رخص لنا السلع، واجعل مصر وبلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، وحببنا في بعضنا، وارزقنا في هذا اليوم العظيم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اهد لنا نساءنا وأولادنا وبناتنا، واهد شباب المسلمين أجمعين. اللهم أدخل على قبور آبائنا وأمهاتنا في يوم الجمعة في قبورهم روح وريحان وجنة نعيم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغفر لهم زلاتهم وذنوبهم ومعاصيهم. اللهم إنا نسألك لوالدينا الفردوس الأعلى في الجنة.
اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن أخطائهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم استرهم كما سترونا. اللهم إنا نسألك لوالدينا العتق من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واجزهم عنا خير الجزاء. احشرنا في زمرة رسول الله وتحت لواء رسول الله، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن القيم إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه: إن العبد ليأتي يوم القيامة بذنوب كالجبال، فيأتي ذكر الله فيمحو تلك الذنوب. انظر، يأتي العبد يوم القيامة بذنوب كالجبال ومعاصي كالجبال، فيأتي ذكر الله فيمحو تلك المعاصي. ألم يقل ربنا: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته هرولة أي مسرعا. انظر إلى فضل الله، كلما ذكرته ذكرك، وإن وقفت وذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خيرا منك ومن الناس الذين معك. لا ندري أملأ ملائكته أي خلق الله يذكرك الله هناك، لأنك قلت للناس وحدوا الله وصلوا على النبي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أخي بالله، اعلم بأنك عندما تذكر الله تتساقط ذنوبك ومعاصيك، فجدد العهد مع الله. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الحب مسجده والوحش قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والنمل تحت الصقور السمر مسجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيذكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا واستاذنا ومعلمنا وقائدنا سيد الدنيا ومن فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 ورفع له 10 درجات وحطت عنه 10 خطيئات، فأكثر من صلاتك وسلامك على النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة جلال وصلاة كمال. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون،
نقضي هذه اللحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنك ما سألت سائل إلا وهو قانت، إلا ما سألت سائل إلا وهو قانت، والأمل مفقود، والوجوه في اضطراب، ورفع الرضا وانتشر البلاء، والناس نسيت أن الذي يرزق واحد وهو الله، والذي يطعم واحد وهو الله، وأنك لن تخرج من الدنيا إلا إذا أخذت رزقك من هذه الدنيا فاطمئن، فربك هو الرازق وهو العاطي وهو الواهب، لكنك لا تعرف نعم الله فيك. انظر إلى من يعبد الأحجار ويعبد الكواكب ويعبد الفيل ويعبد البقر، وأنت أكرمك الله عز وجل بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاسجد لربك شكرا وقل الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها نعمة. اعلم أخي في الله أن الله أعطاك نعما كثيرة ولكنك تطمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أوتي ابن آدم واد من ذهب لطلب الثاني والثالث والرابع، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. اصبر واحتسب لله، واعلم أنها ما هي إلا لحظات، ويدخل عليك ملك الموت ويدخل عليك الملائكة فيوجهون لك هذا السؤال: يا ابن آدم طفنا المشارق والمغارب كلها لنبحث لك عن لقمة تمضغها بفاك فلم نجد لك لقمة. يا ابن آدم طفنا المشارق والمغارب لنبحث لك عن شربة ماء فلم نجد لك شربة ماء. يا ابن آدم طفنا المشارق والمغارب لنبحث لك عن نفس تتنفسه، فإن كان في الشهيق فلا يخرج الزفير، وإن كان في الزفير فلا يخرج الشهيق. رزق الله محسوس، ورزق الله أيها الشاك في قضاء الله وفي رزق الله قادم لا محالة، فاطمئن فربك خزائنه ملأى. قال الله لموسى: يا موسى 5 كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإن لم تعمل بهن ما نفعك من العلم شيء. أما الأولى فلا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باق، وسلطاني باق لا يزول أبدا. واعلم بأن لك رزقا مضمون ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. ولا تنظر إلى عيب أخيك، فالمرء كلك عيوب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. ولا تدع محاربة الشيطان ما دامك روحك في جسدك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. ولا تأمن مكري ولو كانت قدماك في الجنة، ففي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. اطمئن إلى رزق الله وإلى قضاء الله، لكنك
نظرت إلى من هو أعلى منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدين من يحب، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. اعلم أخي بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: من أراد أن ينظر في الدنيا فلينظر إلى من هو أقل منه. اللي عنده قطين ينظر للي عنده أوضة ومش لاقي مكان، اللي عنده 3 ينظر الذي لا يجد شقة ولا مكان يقويه. إذا أردت نعم الله فاذهب إلى المستشفيات، اذهب وانظر بعينيك لترى فضل الله العلي القدير عليك. إذا أردت أن تنظر إلى هذه الدنيا فافتح جريدة من الجرائد وانظر سيادة المستشار، سيادة الدكتور، سيادة اللواء إلى أين ذهبوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيخرج ابن آدم من هذه الدنيا لا يحمل إلا كفنه. فاحتسب واصبر واعلم بأن قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة حبيبة أهل السنة والجماعة، قالت: سألوها ماذا كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، لم يعرف الناس ما هو طعام رسول الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يسألوه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. أي فسألوها: على أي الطعام؟ قال: على الماء والطمر. افتح ثلاجتك وانظر إلى الطعام الذي أمامك، وانظر إلى فضل الله عليك، لكنك تعلمت الطبع، تعلمت أن تجلس وأن يكون معك. عندما تجلس مع أحد الأغنياء تجده يشتكي سبحان الله ومعه من الخير الكثير. أتكذب على الله؟ أتكذب على الله؟ إن الله أعطانا خيرا كثير، فاحمدوا الله على نعم الله. دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يزور النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبكي مسحا ولا تمثيلا طمعا في منصبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد أن النبي ينام على حصير، وقد قصر الحصير في جنب حبيبك وخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي صعد إلى سدرة المنتهى. فلما نظر لم يجد سيدنا جبريل، فقال: يا جبريل، أهنا يطرق الحبيب حبيبه؟ قال: يا رسول الله، لكل منا قدر معلوم، هنا محمد صلى الله عليه وسلم يقترب وهنا جبريل يقترب. مع كل هذه الكرامات وما فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر الحصير في جنبه، فبكى سيدنا عمر. فقام النبي وقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر منعمان بالحرير والديباج، وأنت خير خلق الله يؤثر الحصير في جسدك. فقال له النبي: هو إذا يا عمر صلوات ربي وسلامه عليه، ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعلم النبي أنك عندما تريد أن تنظر إلى حال الدنيا فانظر إلى الآخرة، انظر إلى قبرك المظلم، انظر إلى ما قدمت وما أعطيت للإسلام وما فعلت من خير. واعلم أخي بالله
أنك ستترك العقارات وتترك السيارات وتترك الأموال التي في البنوك وتترك كل شيء، ويبقى لك عند الله صبرك واحتسابك. يؤتى بالصابر المحتسب أمام الله يوم القيامة فينشر للناس الميزان، توضع الصلوات وتوضع الزكوات ويوضع الحج والعمرة، ثم ينادي مناد: أيها الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا ينشر لهم صحيفة ولا يوضع لهم ميزان ولا يحاسبوا ويدخلوا الجنة بغير حساب. فاصبر واحتسب، واعلم أن من مقتضيات أمر الصبر على ما أنت فيه أن تلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء، فتطلب من الله أن يعفو عنك وأن يسترك وأن يرزقك الرزق الحلال. جاء رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يشكي ما فيه من فاقة، قال: أفلا أعلمك كلمات علمني إياها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل صغير دين لقضاه الله عنك وأداه الله عنك. قال: علمني. قال: قل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. فما هي إلا أيام ورزقه الله من حيث ألا يحتسب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فوجد رجل يسمى أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك تجلس في وقت غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم علي وديون لازمتني. قال: أفأعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك وسدد دينك؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم، نبيك صلى الله عليه وسلم وضع لك أدعية تفتح لك باب الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان في الحديث ضعف للأمانة العلمية ولكن يؤخذ به في فضائل الأعمال. من قرأ سورة الواقعة لم يصبه فاقة في هذا اليوم، أي لم يصبه فقر. اقرأ القرآن الكريم، فبالقرآن الكريم تتنزل البركات عليك. فإن المسلم إن فتح المصحف وقرأ القرآن الكريم تنادت الملائكة ووضعت خيمة من نور على بيت المسلم، وترادفت الملائكة لأن هناك قارئ يقرأ القرآن الكريم. وأنت داخل على بيتك اقرأ على أهلك السلام، فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندما تأكل سم الله، وعلم أولادك عند الأكل التسمية، وكل بيمينك، فإن الشيطان يقف على البيت والشياطين أجمع فيقولون: لا مبيت لنا ولا طعام، فقد ذكر الله فألقى السلام وسمى الله عند الطعام. وعند الليل أغلق الأبواب وأدخل أولادك، وضع على الآنية الغطاء، فإن الملائكة تحوم عندما يأتي المساء. فأغلقوا أولادكم واستعيذوا بالله من شرها، وقولوا: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أخي بالله، من أبر البر لرفع الدرجات وفك الكرب وإذهاب الهم وسعة الرزق الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ابن كعب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك من صلاة الثلث. قال: وإن زدت فأكثر. قال: يا رسول الله، أجعل لك من صلاة النصف. قال: وإن زدت فأكثر. قال: أجعل لك من صلاة الثلثين. قال: وإن زدت فأكثر. فقال: أجعل لك كل دعاء صلاة عليك صلى الله عليه وسلم. قال النبي: إذا يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. ادخل بيقين بذكر الله، واعلم أن الله فرض وسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء. إنك تنفق مئات وألوف الجنيهات، وكتاب الأذكار يباع ب2 جنيه و3 جنيه، يحميك ويحمي بيتك ويفرج كربك ويستر عيبك. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبوا إلى الله جميعا أيها الموحدون لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ورضي الله عن سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله عن أمهاتنا سيدتنا خديجة وأمنا عائشة المطهرة رضي الله عنها وسائر الصحب الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون، من أسباب سعة الرزق ومن أسباب البركة في الأولاد أن تلجأ إلى الله بالتوبة والإنابة. واعلم أخي بالله أن التوبة 4 أنواع: توبتك عن نفسك، وتوبتك عن أبيك وأمك، وتوبتك عن جارك وصديقك، وتوبتك عن أمة لا إله إلا الله. احفظ جيدا: لك توبة عن نفسك، وتوبة لصديقك، وتوبة لوالديك، وتوبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي بالله وأنت قادم على الله عز وجل بالتوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تاه منها وليدها فالتقطته ثم وضعته بين حضنيها وعلى ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أترون هذه المرأة قاذفة ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: فالله أرحم بعباده من تلك المرأة بولدها. وما من يوم ينشق فجره أيها المسلم إلا وتنادي السماوات وتقول: يا رب إذني أن أتساقط كسفا على ابن آدم، فقد أخر خيرك وعبد غيرك. وتقول الأرض: يا رب إذني أن أبتلع ابن آدم، فقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول والبحار: يا رب إذني أن أغرق ابن آدم، فقد أكل خيرك وعبد غيرك. فيقول الله عز وجل: لو خلقتموهم لرحمتموهم، عبادي تابوا إلي وأنا حبيبهم. فالجأ إلى الله
باسم الله الغفور الرحمن الرحيم. واعلم بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فأخلص في التوبة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ألا يحتسب. فالجأ إلى الله بالاستغفار يفتح الله عليك باب الرزق ويعطيك الخير الكثير. فمن كان عنده ضيق فليستغفر الله عز وجل، وسيرى البركة في المال والأهل والولد. ومن كان لم يرزقه الله بالبنين أو البنات فليستغفر الله يرزقه الله. ومن كانت من بناتنا لم ترزق بزوج صالح فلتستغفر الله عز وجل ويمدها الله من عنده بمدد واسع. ثم استغفارك لأخيك المسلم. نعم، أن تستغفر لأخيك المسلم، فلك صديق، لك حبيب، استغفر الله له. يوكل الله لك ملكا يستغفر لك ويقول ولك بمثله. ثم استغفارك لأبيك وأمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يرزقك الله بولد صالح يدعو لك كما تدعو لأبيك وأمك. فقد جاء رجل من بني سليم وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبي وأمي بعد موتهما شيئا؟ يسأل: ماذا بقى بعد أن دفنت أبيك وأمك رحمة الله عليهم جميعا؟ فهل هناك بر بهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. 5 أشياء. قالوا: الصلاة عليهما صلاة الجنازة، والصلاة هو الدعاء. أن تتعود دائما أن تقول: اللهم ارحم أبي، اللهم ارحم أمي، اللهم اغفر لهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع له في قبره درجة، فيقال: بما هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك الصالح. فأكثر من الدعاء للوالدين، يكرمك الله عز وجل بأن يقبل دعاءه، ويقول لك الملك بمثله، ويقول لك برا عند الآباء. والاستغفار لهما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدربك على أن تقول: أستغفر الله لوالدي، أستغفر الله لوالدي، وتطلب العفو والصفح والمغفرة وترى الخير الكثير. اعلم أخي بالله أنك ستلقى أبيك وأمك يوم القيامة في ساحة العرض أمام الله عز وجل، وسوف يكون هناك عتاب من أبيك وأمك أنك قصرت في الدعاء لهم. شغلتك الزوجة، وشغلك المال، وشغلك الحساب، وشغلك الأولاد، ونسيت من كان سببا فيما أنت فيه. من منا ينكر فضل الوالدين إلا جاحد، وهذا الجاحد والعياذ بالله يسمى عاق لوالديه. من الناس من أكرمه أبيه بشقة، فتجد الأب يسكن في حجرة ويسكن في حجرة وصالة، ثم يريد أن يزوج ابنه فيأتي له ب90 متر،
و100 متر لكي يزوجه. اعلم أن الخير الذي فيه من والديك الكساء والعلم والموعظة والأدب والبرستيج والهيبة كلها بسبب الأم والأب. غيرك تاه، غيرك أثمن المخدرات، غيرك تاه بالدنيا، وأبيك وأمك كانوا كالحصن الحصين عليك. فنسأل الله عز وجل في يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة أن يدخل على قبور آبائنا وأمهاتنا روح وريحان وجنة نعيم، وأن يجزهم عنا خير الجزاء، وأن يكرم نزلهم ويوسع مدخلهم ويجعلهم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إنا نسألك لوالدينا العفو والعافية والصفح والكرم والمغفرة. أدخل عليهم الآن في قبورهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أكرمهم كما أكرمونا، واسترهم كما سترونا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم جاءوك فقراء وأنت الغني فرحا فقرا، وجاءوك ضعفاء وأنت القوي فرحا فاعطر، وجاءوك أذلاء وأنت العزيز فرحا ذلا. عاملهم بالإحسان ولا تعاملهم بالميزان، عاملهم بالفضل ولا تعاملهم بالعدل. ارفع لهم رايات الخير يوم القيامة، اجعلهم من أهل المستقيم، أدخلهم الجنة بغير حساب، أعطهم كتابهم بأيمانهم. اللهم اجعلهم مستورون في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب. اللهم انقذهم من ضيق اللحوم ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم انفاذ عهدهما من بعدهما، أي تنفذ وصية الوالد والوالد. ثم صلة الرحم، ومن بركات التوسعة على المسلمين صلة الرحم، اللهم ارزقنا صلة الرحم يا رب العالمين. ثم انظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول والإكرام صديقه. الله أكبر. إذا كان لوالدك صديق فأنت تزوره في الأعياد وفي المناسبات وتوده بما كنت تود أبيك إكراما لأبيك، لأنه يذكرك بأبيك فكان أمينا مع أبيك في سره. والإسلام أهل الفضل والأمن والإيمان. أخي بالله، ثق بالله واطمئن، رزقك لن يأخذه غيرك. اطمئن إلى قضاء الله واصبر واحتسب، واعلم بأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة. يا ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطمع فيما يرضيك، لا من قليل تصنع ولا من كثير تشبع. إذا كنت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاف، فعلى الدنيا العفاف. اخرجوا الحقد والغل والحسد والكراهية، واعلموا أن عزكم في طاعة الله. من كان له شيء فالله قادر، ومن كان فقير فالله غني، ومن كان ضعيف فالله قوي. الجأ إلى الله، الجأ بكل قوة، وكن مع أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يعطى كل منا مسألنا، وأن يهدي علينا أبناءنا ونساءنا. وقبل أن أترك هذا المكان أقول للتجار اتقوا الله واكسب على قدر ما تستطيع، فلا تدري لعل الله يرد لك فيبتليك بولد يضيع ما تأخذه حراما من المسلمين. اتق الله أيها التاجر ولا تنصب ولا تغش. وأقول للمعلمين المدرسين اتقوا الله في المسلمين،
اتقوا الله في المسلمين، لا تدري لعل الله يخيب ولدك، لعل الله يرد كيدك في نحره. رخص لأولاد المسلمين الدروس، ومن وجدته ليس معه فارفع يدك عنه واجعلها صدقة جارية. ارحموا أولياء الأمور أيها المدرسين في كل مكان. على كل منا من كان جانبه فقير أن يعطي وأن ينفق، واعلم أن الله ينادي عليك أنفق عليك. أكثروا من الصلاة والسلام على ساكن المدينة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.